السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا جيت لكم النهارده بحاجة موفرة، اوعوا ترموها. ويعني بصوا، احنا كلنا في العيد بعد العيد بيفيد مننا بسكوت المدغدغ، البسكوت المتكسر، البسكوت بصوا ده اللي انتوا شايفينه. تعالوا اقول لكم تستغليه ازاي. انا جبت البسكوت وضربته في الكبة ضربة جامدة كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليه بكوبايه من اللبن. انا مش عايزاه بس يبقى متغرق لبن عشان ما يبقاش تقيل طبعا، ولا سمنه ولا سكر، لانه في بما فيه الكفايه سمنه وسكر. جبته وجبت معاه الصينيه بتاعت تشيز كيك ديت عشان بس نعرف نفتحها. وهتضغطي جامد عليه الصلاه والسلام، هتضغطي جامد 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 كده عشان بس ايه تبقى متكوكه في بعضها. تمام. حطيتها في التلاجة شوية. جبت معايا 4 كوبايات من اللبن، نزلت عليهم ب4 معالق كاستر، من غير سكر يا جماعة ومن غير حاجة، عشان احنا بسكوتنا فيه سكر فيه زبدة فيه كل حاجة. هتقلبي لحد تمام الذوبان، ونحط على النار لحد ما هيوصل للسمك اللي انت هتشوفيه اهو. بصوا، شفتوا الصفار كان حلو قوي يا جماعة. عايزة اقول لكم الكاستر ده من عند العطار سايب احلى مليون مرة من الكاستر اللي في العلب بره. وعايزة اقول لكم موفر، يعني انا جايبة حبة حلوين كده ب10 جنيه. هاتوا من العطار يا جماعة، جميل. بصوا اللون. طلعت الصينيه اهي بتاعتي من التلاجة، وقمت جايه بقى ايه فردها زي ما انتوا شايفين كده، طبعا تغطي كل البسكويت. بس هنسيب الكاستر كان يبرد، اوعي تحط الكاستر يبقى سخن، هيشقق لك البسكوت خالص. تمام. تعالوا بقى هنا، انا طبعا سبته في التلاجة يبرد عشان الكاستر يتماسك ويبقى جامد جدا. انا هنا هعمل معاكم طبقه الجيلي، طبعا ده كان فات ساعتين عقبال ما الكاستر اتجمد. الجيلي بقى جبت ايه كوبايه، انا عايزه الجيلي يبقى تقيل. جبت كوبايه ونص من الميه السخنه في الكاتل قدامكم. هنقلب جامد 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 لحد ما كل الجيلي اللي قدامي ده يدوب. تمام. بعد كده هجيب من التلاجة كوباية وربع يا جماعة، كوباية وربع مية ساقعة من التلاجة وربع. بصوا اهو. وهقلب كده تقليبة حلوة كده، تقليبه حلوه كده لحد ما اتاكد. جبت بقى اللي هو الكاستر بتاعي كان اتجمد. بصوا يا جماعه، اوعوا تقوموا ماسكين كده الطبق اللي معاكوا او اي حاجه وتقوموا دلقينها، لا، هتشقق الكاستر، اوعي. احنا هجيب زي ما انتوا شايفين كده الكبشه، وبحط حبه حبه عشان ما تشققليش الكاستر. يبقى اهم حاجه اللي انت تحطي روحك تبقى طويله بس اهو، وتحطي حبه حبه. اوعي تنزلي مره واحده علشان ما يتشققش. انا حطيتها في التلاجة 3 4 ساعات، كل ما تحطيها كل ما تبقى احلى. عايزه اقول لكم طلعت قدامكم اهو. بجيب السكينه وبفصل الصينيه من ديت. بصوا، اللهم بارك واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طلعت فظيعه فظيعه. بصوا بقى الجمال، بالله عليكم بصوا الجمال، رهيبه رهيبه. صلوا على النبي يا جماعه لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا. انا هجيبها بقى وبقطعها هي، بس مش عارفه هو قدامي كانت التقطيعه كانت مظبوطه، هنا مش عارفه ليه الجنب اكبر، بس ما علينا، هي 3 مثلثات مظبوطه. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال. والبسكوت طبعا باخد طعم بقى الزبده اللي احنا حاطينها في بسكوت العيد. بصوا 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 يا جماعه، عايزه اقول لكم فظيع. ابني بقى كان واقف جنبي، مش انا اللي دوت يا جماعه، ابني واقف جنبي يلا بسرعه انا عايزه ادوق، هو اللي كان عمال يدوق يدوق مش انا. اه بصي الله، بصوا اكل يقول لي الله جميله جميله. فعلا كانت جميله، حاجه ساقعه بقى كده، وكانت طراوه. انا عايزه اقول لكم لسه واكلينها من ساعه، كانت مديه بقى طراوه، والعيال فرحانين طبعا. انتوا عارفين بقى العيال بتفرح بالجيلي، ايه ده يا ماما ده جيلي، بيفرحوا بالحبه اللي ايه، الحركات اللي احنا بنعملها في العيال ديت. بصوا يا جماعه، المقصود من الفيديو ده اوعي ترمي حاجه. ما يكونش عندك البسكوت المدغدغ ده، استغليه استغليه. هتضربيه في الكبه خلاص بقى، حبه لبن عليه، هتحطيه زي ما انت شفتي كده، ما فيهوش صعوبه، ما فيهوش اي صعوبه. وزي ما قلت لكم جربوا الكاستر من عند العطار، هيفرق معاكم جامد جدا عن الكاستر الجاهز. ده كان الفيديو بتاعي النهارده. لو الفيديو بتاعي بقى عجبكم انت وهي، اوعى تنسوا اللايك لسالي. هستناكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.